السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. عارفه ان انا بقالي فتره غايبه عنكم، بس انتوا اللي ما بتشجعونيش، فشجعوني عشان نقدر نعمل مع بعض فيديوهات اكتر. مبدئيا كده كنت عايزه اتكلم عن الصابونه دي، بقالي حوالي 4 ايام بالظبط بستخدمها. مش عارفه اقول ريفيو عنها، بس حاسه انها حلوه، ما جابتش نتيجه مش كويسه مع بشرتي يعني. دي صابونه الفحم، فعايزه اديها يعني اديلها فرصه واستخدمها واشوف. لا تنظر إلى الصلاة فقط أنها شيء يجب أن أطبقه لأنتهي، أفعلها فقط لكي لا أعذب. لا، اذهب إلى الصلاة لأنك تحب الصلاة، لأنك تريد أن ترتاح بها. ألا ترى أن كل شعب له طريقته الخاصة بإراحة النفس؟ الغرب يستخدمون الموسيقى الهادئة للاسترخاء، الشرق الأقصى يستخدمون تمرينات معينة للاسترخاء يسمونها اليوغا أو غيرها، بعضهم لا يسترخي إلا بالخمر والعياذ بالله. طيب ماذا عنا نحن؟ لماذا لا نستخدم ما أعطانا الله إياه؟ وما هو الذي أعطانا الله إياه؟ إنها الصلاة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أغمه أمر صلى. المؤمن في الصلاة كالسمكة في البحر، لا تريد أن تخرج. غير الخاشع في الصلاة كالطير في القفص، لا يريد أن يبقى. لو اخترت أن أجعل على شاشة جوالي آية تذكرني في 24 ساعة قلت عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الواحد يدعي يقول يا رب اختر لي ولا تخيرني. رب خيرا لم تنل كان شرا لو أتاك. خير فيما اختاره الله، أكيد في خير، يعني مو بخير شوي، كثير جدا. ولكن لحظات يجينا فيها اكتئاب، هم، حزن. كم مرة الله أذاقك مرارة الحرمان وانت تشوف ان هذا المنع شيء سيء لك، تعطل الأمر، مشروع ما تم. لو ربي شايف أن من وراهم مضرة بيصرفهم عنك. بعدين الله يعوضك. أحيانا ينهمر عليك خير الله ينهمر عليك في ساعة تكون أنت في غاية الضيق. فاصبر لربك فلا تيأس. فلذلك أصبر لحكم ربك، هذا حكم. أحيانا بعض الناس إذا قلت له أصبر قال ثم ماذا؟ ثم بعده العوض من الله سبحانه وتعالى. ثم عطايا من الرب جل وعلا خير من الدنيا وما فيها. فالله إيش؟ والله يعلم في أمور الغيب إحنا ما نعلم إلا الصفر. والله لو اطلع الإنسان على أقدار الله لتمنى الخلد في الأرض. والله لو اطلعت على الغيب لاخترت المكتوب. إلى أن أنا كاتب في الواتساب دائما ما أشيلها من سنين لعل خير. ما تدرون وين الخير. إيش معنى الخير؟ المؤمن دائما يمشي بخيرة الله سبحانه وتعالى. أي شيء يحدث لك خارج نطاق قدرتك خيرة، ولله حكمة وله تدبير سبحانه. عش بهذه الخيرة فيما اختاره الله، والله تقعد يعني مطمئن. طمن قلبك، شوف كيف ارتاح قلبك. قصة يوسف عليه السلام شلون الخير اللي فيها. يوسف عليه السلام كان في الجب، رموه اخوانه في البير، ما في أمل أنه يطلع نهائيا. اصبح عزيز مصر باعظم مملكة في ذلك الوقت. أتى يوسف نبي وصديق وعزيز. الله سبحانه وتعالى دائما يدبر امرنا وبأحسن تدبير وبأحلى وجه. إن الله حكيم يدبر الأمر. بس اللي عليك انك انت تتيقن من تدبير الله سبحانه وتعالى لك، انك تتوكل على الله سبحانه وتعالى بيقين. وإحنا اللي علينا نسلم الأمر لله. وأعط حتى يعطيك العظيم. الله سبحانه وتعالى راح يعطيك اللي تبيه. الله سبحانه وتعالى يرضيك يوم من الأيام، والله لابد أن يرضيك. إن ما أعطاك الله في الدنيا خزن لك في الآخرة. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من من حال إلى إلى حال. حاليا وصل لي الاوردر من بيج اسمها كيانك على الفيسبوك. طلبت 4 منتجات منهم، يلا نفتحهم ونشوفهم مع بعض. طلبت غسول من سكين سايد، ده كنت جربته قبل كده وكان عجبني بصراحة. جبت كمان ديودرانت من منتجات ديرماتيك، جميلة قوي، جربتها قبل كده يعني، فقلت اجربها تاني اجيبها تاني يعني. جبت كمان سكين سايد مرطب، بس ده ما كانش ليا بصراحة، جبت لاختي، ما جربتوش قبل كده. وجبت كمان كونسيلر، اول مرة اجرب كونسيلر يعني عموما، وبدأت ان انا اجرب من منتجات ديرماتيك كونسيلر. كتير قال لي ان هو طبي يعني، فقلت ان انا اجيبه، فلو جربته قبل كده قولوا لي تحت في الكومنت. باي.